اهلا بحضراتكم معانا النهارده في يحدث في مصر. النهارده مش حلقه عاديه، النهارده احنا في حلقه استثنائيه جدا، حلقه ممكن حضرتك او حضرتك تشوفوها بشكل مختلف، لكن احنا النهارده بنتكلم عن قضيه مصر كلها بتتابعها بقلق وبخوف. ليه بقلق وبخوف؟ لاننا بنتكلم عن ياسين. ياسين هنعرف ايه حكايته، هنعرف حكايته لانه رمز لعيله، العيله كلها بتمر بظرف صعب جدا، هو الظرف الأسوأ اللي ممكن أي بني آدم يعدي بيه أو يواجهه. العيلة مش كلها معانا، لكن موجود معانا اللي الهم كله راكبه، الهم كله فوق كتافه. ياسين عنده 8 سنين. ياسين كان في مول واتخطف من مول شهير جدا، ولغايه اللحظه اللي احنا بنتكلم حضراتكم فيها دي محدش قادر بالظبط يفهم او يعرف ايه اللي حصل لياسين. استاذ خالد الإبراشي، صعب الواحد يقول لك يعني سعداء بوجودك معانا، ما ينفعش، لكن انا عايزك تتكلم براحتك، وعايزك تبدا من الحته اللي انت عايز تبدا منها. ايه اللي حصل مع ياسين؟